أنا أم، إي نعم أم ل4 أبناء، ربيت وسهرت وتعبت وضحيت مثل أي أم. بناتي اتزوجوا وكل وحدة منها راحت البيت، الله يوفقهم. وبقى عندي محمد، لكن محمد شيء ثاني، محمد غير، ولدي نظر عيني سندي. تعرفين إن سنين وأنا أدور له بنت الحلال، بنت ما تنوصف. كنت دايما أقول يا رب ترزقه ببنت الحلال اللي تسعده وتسر خاطره. وأخيرا تزوج والكل فرح، وصارت حرمته مثل بنتي، ما أفرق بينها وبين بناتي، أخاف عليها وأحاتيها، ويابت لي أحفاد مثل القمر، مثل النسمة على القلب، ما أقدر أفترق عنهم ولا هم يصبرون عني. بس بعد فترة، نقول بعد سنين، صرت أحس بشيء ما توقعته أبدا، مش كره مش رفض، بس غيرة من زوجة ولدي اللي خذت مكان أنا كنت فيه طول عمره. ومن هنا بدت المشاكل، بدت الغلطات، بديت أدور عليها الزلات وعلى عيالها الصغار، وحتى وصلت معاي على العاملات. تعالوا معاي نسمع قصة بودكاست قصة وشاي اليوم. تقول ما كنت أحس أني كنت أغار بالبداية من زوجة ولدي، لأن الحياة كانت عادية ومرتاحة وهم مرتاحين. كنت أقول يمكن عشان تغيرت العادة ما صار يجلس معاي، صار أغلب وقته معاها. صرت أحس مكاني بدأ يصغر، بديت أتكلم عنها قدام ولدي بكلام مش طيب، أي شيء صغير أكبره في عين ولدي عشان يبعد عنها، وصرت أزعل منه من غير سبب، ودايما أردد أنا أمه، أنا اللي تعبت عليه، لدرجة أني أشوف زوجته تصيح واسمعهم يتجادلون. ما يهمني، بالعكس كنت أحس بالسعادة، وأقول لزوجته شو رايك تطلبين الطلاق؟ الزوجة بنفسها مستغربة، تقول لي ليش شو صاير؟ أكثر فرحة من عرفت أن ولدي هجر زوجته. هني لو كنت أقدر أوزع عصير على الناس ما كنت بقصر. وفي يوم وأنا أكلم زوجته عن الطلاق، كنت أشوف في عينها الخذلان، وكنت أحس عيونها تكلمني تقول لي أنتي أمي من بعد أمي الله يرحمها، وقفي معاي، شو اللي صار تغيرتي. لكن ما قدرت أقول لها أبغي أرجع ولدي، أبغي ولدي لي أنا وبس. طلعي من حياته. وأدري يا دكتورتنا الحين الكل بيسمع القصة بيفكر فيني 1000 فكرة وفكرة، مع سب وغلط بالكلام، بس ما يهمني، أنا همني ولدي يرجع لي، ما همني كلام الناس. وعلى فكرة ما أريد مشورة ولا أريد نصايح، أنا أم واعية ودارسة وفاهمة الحياة، بس كنت أريد تقولين هالقصة من ضمن القصص. أخواني وخواتي، وأخيرا خلصت قصته اللي كنت أريد أخلصها من أول سطر، ولكن تدرون ما عندي تعليق على هالقصة، ولا أريد أشرب الشاي على هالقصة، ونلتقي قصة جديدة.